يا هلال على المدن التنير والليالي راي، فرحة دموع العين شمت نسيم الضي، صليت صلاة الزين وذكرت الله حي الله حي الله حي، اصحى نايم اصحى نايم اصحى حد الدايم. انت بتبني لهم ذكريات، انت بتبني لهم افكار، انت بتبني لهم حاجات هتفضل في دماغهم طول العمر. دي وظيفتنا، ان احنا بس مش ان احنا بنعلم وبندرس، لا، اقعدوا مع اولادكم شويه، اتكلموا، شوفوا هم عايزين يقولوا ايه وانتوا تقولوا لهم ايه، واشركوهم معاكم في كل التجهيزات اللي احنا بنعملها عشان يرتبطوا بفرحه كبيره اسمها فرحه رمضان. وكل سنه وانتم طيبين. نسينا ان في لما في رمضان، نسينا ان في رمضان اصلا داخل علينا، من الشغل والمدارس وقلة الأجازات وقلة الفلوس اللي مع الناس، كل ده خلى الناس في دوامة منسياهم إن في أصلا رمضان جاي. لا يا جماعة، فكروا ولادكم وعدوا معانا ووريهم إن في عادة تنازل رمضان، وإحنا مستنيين رمضان وفرحة رمضان. فرحة رمضان غير. اربطوا ولادكم بفرحة رمضان زي ما احنا ارتبطنا زمان بفرحة رمضان. استعدوا لرمضان، في حاجات بنشتريها، في حاجات بنعينها لرمضان، في حاجات ناويين ان احنا نعملها في رمضان، في صدقات هنطلعها في رمضان ازيد من اي وقت تاني، ولازم نعمل كده في رمضان. في رمضان كمان صلة رحم، هنروح لقرايبنا وهنزور قرايبنا وقرايبنا هيجوا لنا يزورونا. في رمضان كل العبادات اللي ربنا امرنا بيها بنحاول ان احنا نعملها في رمضان. السنن ما بنسيبهاش، الاذكار ما بنسيبهاش. علموا ولادكم ان رمضان مختلف. محدش يقول لي رمضان زي اي شهر، لا يا جماعه، رمضان مش زي اي شهر. في الاكل والشرب لا، مش زي اي شهر. احنا بنستعد له وبنخلي ولادنا يستعدوا ويعرفوا ان رمضان مميز في كل حاجه، حتى في اكله وفي شربه وفي حلوياته وفي عصايره. رمضان مميز، لازم يدخلوا رمضان وهم حاسين ان احنا داخلين حاجه حلوه، حاجه ما بتجيش غير في السنه مره، لازم نستغلها، لازم يستعدوا لها من بدري. استعدي، خليهم يعدوا معاكي البيت لاستقبال رمضان. تنظيف البيت لرمضان، الناس بيقولوا احنا فاضيين، تنظيفات ايه بتاعت رمضان؟ احنا بننظف بيتنا لاستقبال الملائكه، استقبال الملائكه في رمضان. بيتنا لازم يبقى ريحته حلوه عشان الملائكه تدخله. نعرف ولادنا الحاجات البسيطة دي ونعرفهم عليها ونقول لهم ليه بنعمل كده وليه بنعمل كده. ليه كرتونة رمضان بنحوش فيها من دلوقتي؟ عشان أول رمضان يبقى عندنا الخير كله، نطلع منه لله، نستخدم منه في بيتنا، نهادي منه حبايبنا. ليه احنا بنعمل حصالة رمضان؟ عشان على أول رمضان نهادي عيلة فقيرة محتاجين بمبلغ كويس يجيبوا حاجة رمضان. ليه رمضان مختلف؟ عشان شهر الرحمة، شهر المغفرة. رمضان شهر مختلف. علموا ولادكم وفكروهم ان في حاجة اسمها رمضان، لازم نستعد لها، ولازم نستعد لها جامد، مش استعداد اي استعداد. كل يوم، مين اللي عرف فاضل كام يوم على رمضان؟ مين اللي عارف احنا دلوقتي في شهر ايه من الشهور العربية؟ احنا داخلين دلوقتي على شعبان. شعبان ده برضه ما يقلش اهمية عن شهر رمضان. شعبان ده ربنا امرنا بيه بكذا وكذا، ورجب ربنا امرنا فيه بكذا وكذا. رجب ده حصل فيه كذا، شعبان حصل فيه كذا. نعرف ولادنا الحاجات اللي هم نسيوها او ما عرفوش يعرفوها زينا. احنا زمان من كتر ما اولادنا، من كتر ما ابهاتنا زمان كانوا بيقعدوا في البيت معانا وبيحكوا لنا، كنا على درايه بالحاجات دي كلها، كنا عارفين ايه شهر شعبان وايه شهر رجب وايه شهر رمضان. دلوقتي الابهات مشغولين، الله يكون في عونهم، بيطلعوا من هنا للشغل ده للشغل ده، وطول النهار دايرين مش لاحقين يقعدوا مع اولادهم. احنا وظيفتنا كأمهات ان احنا نربي ولادنا على الحاجات الحلوة دي، نحاول نفكر ولادنا بالحاجات الحلوة دي، نحاول ان احنا نربطهم بفرحة رمضان عشان لما يكبروا كده يفتكرونا ويفتكروا لمة رمضان، ويفتكروا ان احنا كنا بنحب رمضان وبنستناه، وماما كانت بتحكي لنا عن رمضان، وماما كانت بتجهز لرمضان، وكنا بنعمل. تفضل ذكرى معاهم طول العمر، تكوني سايبه لهم كده حاجة حلوة طول العمر يفتكروكي بيها. اوعي تنسي ان رمضان ده شهر ربنا امرنا فيه اصلا بالعباده، وامرنا فيه بالفرحه، وامرنا فيه بكل حاجه. اوعي تنسي ان رمضان ده جاي بعده العيد، وفرض علينا ان احنا نفرح اصلا في العيد.
عرفي ولادك الحاجات البسيطة اللي غايبة عنهم محدش بيقولها لهم. دلوقتي الدراسة بقت صعبة والدروس أصعب، والولاد مطحونين في دوامة ما بياخدوش منها معلومة مفيدة، ما بياخدوش منها حاجة تفيدهم في حياتهم. انتي حاولي ولو نص ساعة في اليوم تكلموهم عن ذكرياتك زمان، عن الحاجات الحلوة اللي كنت بتعمليها زمان، عن والدتك اللي كانت بتعمله لك زمان في المواسم. كان في حاجة اسمها مواسم في مصر، كنا موسم شعبان، نصف شعبان، وموسم الإسراء والمعراج، وموسم العيد، وموسم مش عارف ايه. وعرفيهم الحاجات دي، وعرفيهم كنا بنعمل ايه وليه وعشان ايه، الحاجات دي كلها. النهاردة هكلمكم عن ذكريات الطفولة، الذكريات الحلوة اللي عشناها كلنا واحنا صغيرين. ذكرياتنا في رمضان أحلى ذكريات وأحلى أيام. عشنا رمضان في الشتاء، كنا دايما قاعدين في البيت، في دفى العيلة، في لمة العيلة، الفطار كله مع بعضه، العيلة كلها مفيش فرق. فجأة وانت بتفطري تلاقي حد دخل عليكي جاي يفطر معاكي من العيلة، من غير استئذان، من غير مواعيد، من غير ما يقولك اعملي لي كذا وكذا، أنا جاي أفطر. جاي يفطر بأي حاجة موجودة في البيت. كان في بساطة، وكان في راحة، وكان في هدوء بين الناس. كان يوميا في زيارات، ناس داخلين وناس طالعين. دلوقتي فين وفين على ما حد بيزور حد، الناس انشغلوا، الدنيا شغلتهم، الصراع اللي عايشينه في الدنيا شغلهم، الحياة اللي احنا بقينا عايشين فيها دراسة ودروس نفسي نرجع البساطة بتاعت زمان، نفسي نرجع البساطة اللي كان بيننا وبين الناس. نفسي بيوتنا ترجع تتفتح تاني لبعض كأفراد عيلة واحدة. مش بقولك افتحي بيتك لأي حد، لا، أنا بقول أفراد العيلة الواحدة. ليه ما نفتحش بيوتنا لبعض؟ وليه زياراتنا ما تبقاش زي الأول؟ وليه ما نبقاش دايما على تواصل؟ يا ستي مش عارفين نروح لبعض في تليفونات، عايزين على طول في تواصل، صلة الرحم. ازاي يبقى عندي عمي او خالي او عمتي او خالتي ما بشوفهمش من السنة للسنة وما بسألش عليهم من السنة للسنة؟ دي اسمها قطع رحم، لازم نصل رحمنا. دي صلة الرحم دي من أسباب الرزق، إن ربنا بيرزقنا عشان حاجة زي دي. تحرمي نفسك ليه وأولادك ليه من حاجة حلوة زي دي؟ إن ربنا يرزقك بسبب جبر خاطر حد من قرايبك، بسبب إنك صلتي رحمك، وصلتي رحمك، بسبب إنك كلمتي حد تعرفيه، سألتي عليه، حد قريبك. ده حتى لو كان والدك أو والدتك متوفيين، انت بتصلي رحمهم بانك بتسألي عن اللي كانوا بيحبوه. يعني ايه؟ باباكي مثلا كان ليه حد بيحبه وكان دايما مرتبط بيه، من انك تصلي رحم والدك انك تسألي عن الشخص ده. والدتك كذلك، اختك مثلا، اختها مثلا كانت بتحبها